تقرير بريطاني مفاده أن الجزائر طلبت من جنوب إفريقيا التدخل لدى نيجيريا لتفضيل مشروعها على مشروع أنبوب الغاز المغربي. مشاهدي الكرام، تحية طيبة. الجزائر تتحالف من جديد مع جنوب إفريقيا لوقف مشروع الغاز أو أنبوب الغاز الإفريقي المغربي النيجيري. وفي التفاصيل، كشف تقرير بريطاني بأن الجزائر طلبت من جنوب إفريقيا التدخل بعجالة لدى نيجيريا لتفضيل مشروعها على مشروع أنبوب الغاز المغربي. وكشف تقرير أنجزته شركة منصة أسوسييت البريطانية المتخصصة في التحليلات الاستراتيجية والسياسية عن وجود تخبط جزائري في التعامل مع العديد من القضايا الإقليمية، وخاصة فيما يتعلق بمنافستها مع المغرب في التوسع داخل إفريقيا. وذكر التقرير في هذا السياق أنه من بين القضايا التي تتنافس فيها الجزائر مع المغرب داخل القارة الإفريقية هي تلك التي تتعلق بالمشاريع الكبيرة في عدد من البلدان، من أبرزها مشروع أنبوب الغاز مع نيجيريا، حيث ترغب في إنجاز أنبوب غاز ينطلق من نيجيريا عبر النيجر وصولا إلى ترابها، مقابل المشروع المغربي الذي ينطلق من نيجيريا ويعبر عبر 11 بلدا في غرب إفريقيا وصولا إلى المملكة المغربية. وأشار التقرير في هذا الصدد أن الجزائر غاضبة كثيرا من تفضيل نيجيريا الواضح لمشروع خط أنبوب الغاز البحري النيجيري المغربي على مشروع خط أنبوب الغاز البري عبر الصحراء، مضيفا في هذا السياق أن الجزائر طلبت من جنوب إفريقيا التدخل نيابة عنها لتغيير المعادلة لصالحها ووقف مشروعها مع المغرب. وتظهر مؤشرات تفضيل نيجيريا للمشروع المغربي حسب التقرير البريطاني في كون أن نيجيريا تتكلف بتمويل نصف المشروع، فيما يتكلف المغرب بتمويل النصف الثاني للمشروع، في حين أن الجزائر هي من تتكلف بتمويل المشروع بالكامل. مشاهدي الكرام، شكرا على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.